هل تعاني من فتور عن العبادة بعد رمضان؟ هل تحاول المواظبة على الطاعة ولا تستطيع؟ اعلم أن من أراد أن يستقيم على الطاعة ويواظب عليها فلا بد أن يطلب أسبابها، ومن أهمها الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وطلب الهداية منه. وقد شرع الله تعالى لنا أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة نعمة من الله فاطلبها منه. مجاهدة النفس والصبر على الطاعة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. صحبة الصالحين. فقرين السوء أخطر العقبات التي تقف في طريق الاستقامة، ولذلك قال تعالى عقب الأمر بالاستقامة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ألا يكلف الإنسان نفسه فوق ما يطيق، فإنه من أسباب الانقطاع والفتور. فقد كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وقال عليه السلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وأهم الأسباب أن تستمر في السعي ولا تيأس. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.